مضمونين جدا 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 لان هم حاجات سهله. تمام. طيب بص معايا، اول حاجه بيكلمنا عنها بيكلمك على الاسماء. بيكلمك على ايه؟ على الاسماء. الاسماء في ايه؟ في اللغه الايطاليه. بص كده، الاسماء اول حاجه الاسماء المنتظمه. يعني ايه الاسماء المنتظمه؟ الاسماء اللي انت عارفها عاديه المنتظمه اللي هي موجوده في كل اللغه الايطاليه. من المعتاد ان انت في اي لغه في 4 انواع من الاسامي: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث، صح كده؟ طيب انا بعرفهم منين؟ قال لي ان المفرد المذكر بينتهي اهو، كاتب لك حتى ينتهي بحرف الاو. المفرد المؤنث تمام ينتهي بحرف الاي. الجمع المذكر بينتهي بحرف الاي. انا بنطق معاك انجلش عشان انت ما تتلخبطش، ماشي؟ عشان برضو في نوعيه طلبه عارفه ده الاي وده تمام، بس انا بنطق معاك انجلش عشان انت ما تتلخبطش، انت لسه سنه اولى، ماشي؟ طيب والجمع المذكر بالاي. طب ازاي؟ بص كده، اما اجي مثلا اكتب لك مثلا زي اميكو اهو، هتقول لي والله ده مفرد مذكر. طب كتبت لك اميتشي اهو، اميتشي اخرها ايه؟ اي، فتقول لي ده جمع مذكر. طيب اما اجي اقول لك المفرد المؤنث زي مثلا اكتب لك اميكا. اميكا يعني ايه؟ صديق، ادي بالايه فده مفرد ايه؟ مؤنث. طيب اما اجي اقول لك اميكي اهو، اميكي اهو بالاي، يبقى ده كده جمع ايه؟ جمع مؤنث. شايف اهو؟ يبقى انا النهارده الاسم عايز اقول لك على حاجه مهمه، ان الاسم بعرفه من ايه؟ من اخره. الاسم بعرفه ركز عشان ربنا يكرمك يا ابني، ركز يا ابني ربنا يكرمك. طيب يبقى المفرد المذكر بينتهي بالاو، المفرد المؤنث الجمع المذكر بالاي، المفرد المؤنث بالاي، والجمع المؤنث بالاي. طيب حلو قوي لحد كده. طيب زي ما وريتك اهو امثله عليه. طيب في حاجه عندنا اسمها بقى ايه؟ دي الاسماء المنتظمه العاديه. في بقى اسماء شاذه، الاسماء الشاذه. تعال بقى نشوف ايه قصه الاسماء الشاذه دي. الاسماء الشاذه والله قال لي ايه؟ قال لي هي كلمات بتكون مفرد مذكر بتنتهي بحرف الاي. تمام؟ الاحسن وانت بتتفرج عليا ان انت يكون معاك المذكره، تمام؟ تقدر ان انت تكلمني وتبعتها لي، تمام؟ وهيبقى فيها اعلانات وحاجات كتير، هتبقى عارف المذكره ان شاء الله هتبقى معاك. طيب المذكره وهي معاك فانت بتبقى فاتح على الصفحه. انا دلوقتي اهي في باجينا كام؟ 6 يعني، ماشي؟ اهو عشان تبقى برضو عارف احنا فين بالظبط. تمام؟ بعد كده عندنا كلمات مفرد ايه؟ مذكر تنتهي بحرف ايه؟ الاي. كلمات مفرد ايه؟ مذكر. شوف ايه ده ازاي؟ انت قايل يا سينيور ان اللي فوق جمع المؤنث هو اللي بينتهي بالاي. طب ازاي بقى؟ ما انا قلت لك في الاول ايه؟ اسماء شاذه. اسماء ايه؟ اسماء شاذه. طيب اما اجي اقول لك ايه بقى؟ بص كده معايا، اما اجي اقول لك المفرد المذكر بينتهي بحرف ايه؟ الاي. وفي الجمع المذكر ينتهي بحرف الاي. الجمع المذكر بينتهي بحرف الاي. زي ايه بقى؟ لازم تكون عارفهم. حفظ اهو، ماشي؟ ده حفظ مهمين جدا جدا جدا. تمام؟ طيب هنا هنقول ايه؟ زي عندنا بونتي، تمام؟ يعني كوبري. بروفيسوري مدرس. نومي يعني اسم. انسينيانتي يعني ايه؟ معلم او مدرس. تمام؟ بادري يعني اب. تشيلولاري يعني تليفون محمول. تمام؟ بعد كده عندنا تي يعني شاي. تمام؟ بعد كده عندنا هنا ايه؟ كافيه اللي هي القهوه. ستودنتي يعني طالب. بيشي يعني سمك. ستيفالي يعني حذاء برقبه طويله. وكاني يعني كلب. بص لو تاخد بالك من حاجه، النهايات بتاعتهم كلها ايه؟ النهايات كلها بتاعتهم بتنتهي بحرف الاي. بص اهو كلهم اي، بس مفرد ايه؟ مفرد مذكر. يعني يجي لك في امتحان ستودنت هي اخيرا اي، بس انت عارف ان هي مفرد ايه؟ مذكر. طيب في الجمع مش هيبقى فيه اي اختلاف، هتنتهي بحرف الاي وهتبقى جمع مذكر. طيب تنزل بعد كده عندنا الكلمات ايه؟ كلمات مفرد مؤنث. بص مفرد ايه؟ مؤنث بقى تنتهي بحرف الاي برضو. تنتهي بحرف الاي، بس طبعا كلمات مختلفه، طبعا كلمات مختلفه. طيب يبقى هتقول لي هنا ايه؟ الجمع الايه؟ المؤنث. الجمع المؤنث بتنتهي بحرف ايه؟ بتنتهي بحرف الاي بقى. طب بص ازاي؟ يعني مثلا عندنا كلمه زي كلمه كيافي، مفتاح. هي مفرد ايه كده بالاي؟ مفرد ايه؟ انا قايل لك مفرد مؤنث. عارف في الجمع بتاعها هتبقى كيافي. اهي في الجمع بتاعها هتبقى ايه؟ كيا في كده. بص انتهت بحرف ايه؟ الاي، صح؟ طيب كيافي كده تقول لي عليها جمع ايه؟ جمع مؤنث. تقول لي عليها جمع ايه؟ جمع مؤنث. بص اهي انتهت بحرف ايه؟ بص كده اهو حرف ايه؟ الاي، بس هي جمع ايه؟ جمع مؤنث. ماشي؟ يبقى خد بالك من النقطه دي كويس. طب زي ايه بقى؟ تعالى معايا كده. كيافي، تمام؟ كلاسي،
notte lezione يعني درس canzone immagina تمام arte frase تمام stazione محطة قطار madre يعني insegnante يعني معلمة او مدرسة torre يعني برج. انت برضو من ملاحظتك هتقول لي حاجة مهمة قوي، ايه هي؟ بص كده هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان عندنا انسينيانتي تمام تنفع مفرد مذكر ومفرد مؤنث، مفرد مذكر ومفرد مؤنث تنفع الاثنين. طب انا هعرف منين؟ هتلاقي في الجمله هيديك اسم يعرفك ده ايه بالظبط. ماشي؟ يبقى لازم عليك برضو لازم دول تحفظهم كويس. يبقى الاسماء الشاذه حفظ، حفظ لازم، مهمين جدا جدا جدا. تمام؟ طيب تكمله الاسماء الشاذه ان بيقول لك الاسماء تمام التي تنتهي بحرف ساكن. حرف ساكن يعني احنا اتعودنا ان الاسماء بطبيعتها بتنتهي بايه؟ او يا اي يا ايه يا اي. طب بص الاسماء دي، بص كده، بص هنا سبورت، بص اخرها حرف ايه؟ اخرها حرف ايه؟ التي صح؟ او هنا فيلم ام دي اهي دي هنا اس صح؟ طب قال لي الاسماء اللي زي ديت بتكون مفرد ايه؟ مفرد مذكر. الاسماء اللي زي دي بتكون مفرد ايه؟ مفرد مذكر اهو. مفرد ايه؟ مذكر او جمع مذكر. مفرد مذكر او جمع مذكر تنفع الاثنين بنفس الشكل دون اختلاف، بدون اي اختلاف. يعني مثلا سبورت اهي تمام ينفع نقول عليها تمام رياضه او رياضات. مفيش حاجه عندنا في الايطالي اسمها سبورتس، مفيش الكلام ده، تحط لها اس، احنا مش في انجليزي هنا تمام، فتبقى ايه؟ بالاس، مفيش اس، هي كده حرف التي في اخره زي ما هو كده. ماشي؟ او حتى انا كاتب لك دون تغيير الحرف الاخير، يعني الحرف الاخير ما بيتغيرش، مفرد او جمع ما بيتغيرش. طيب لازم تبقى عارف حاجه مهمه قوي، ايه هي الحروف المتحركه؟ الحروف المتحركه. ايه هي الحروف المتحركه؟ الحروف المتحركه عندنا نفس الانجليش بالظبط، اللي هي الاي والاي والاو والاي واليو. تمام؟ لازم تبقى عارفهم كويس، الحروف المتحركه هم. ماشي؟ هي دي الحروف المتحركه، مهمه جدا جدا جدا. طيب اما اجي بعد كده اقول لك ايه؟ بص كده نتكلم بعد كده على حاجه من الحاجات المهمه تمام، هي ادوات التعريف. ادوات التعريف دي عشان تبقى عارفها هي تكون قبل الاسم. بتكون ايه؟ قبل الاسم. بتكون ايه؟ قبل الاسم. طيب كلام جميل قوي قوي قوي. ماشي؟ هي يعني هو الاسم هو مثلا على سبيل المثال اميكو اهو، النقط بتبقى هنا. ماشي؟ طيب انت بقى المفرد، ادوات التعريف دي ليها 4 حاجات: ادوات تعريف مع المفرد المذكر، ادوات تعريف مع المفرد المؤنث، ادوات تعريف مع الجمع المذكر، وادوات تعريف مع الجمع المؤنث. عندي اهو ايه؟ 4 حاجات: مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر، وجمع ايه؟ جمع مؤنث. ماشي؟ ادي كده ايه؟ 4 حاجات. طيب انت دلوقتي ماشي؟ تعالى كده نغير اللون وبص معايا. هتقول لي مثلا عندنا كلمه مثلا ايه؟ المفرد المذكر تعالى بينتهي بايه؟ تعالى تاني، المفرد المذكر بالاو، مفرد المؤنث بالاي، جمع المذكر بالاي، جمع المؤنث بالاي، صح؟ طيب مفرد المذكر، عندي المفرد المذكر ليه 3 حاجات، ايه هما؟ الال واللو والال ابوستروف. 3 حاجات، الال واللو والال ابوستروف، 3 اهم. ماشي؟ طيب تيجي انت بص معايا هتعمل ايه؟ هتبص على اخر حرف، هتقول لي والله يا سينيور ده ايه؟ ده او، يبقى ده مفرد ايه؟ مذكر. طب انا عندي 3 حاجات، ال ولو وال ابوستروف، طب انا اختار على اساس ايه؟ يعني طب انا عندي 3 اهو، انا بصيت في ده لقيته مفرد مذكر اهو صح؟ اخره او. طيب انا اعرف بقى منين؟ اعرف منين؟ انا عايز اعرف. هتقول لي طبعا ايه؟ هتبص على اول حرف. اول حرف ده تشوفه بقى ساكن متحرك، هو ده اللي هيعرفني. ماشي؟ طيب بص كده معايا، اما اجي اقول لك ايه؟ الال بتاخد اللي بادئ بحرف ساكن، اللي فوق ده الدواير دي يعني الكلمه بادئه بايه؟ بص انا وضحت لك اهو ايه الدواير وايه اللي طالع فوق ده بادئه بايه، يعني الايل مع اللي بادئه بساكن زي ايه مثلا زي كلمه مثلا اهو ليبرو، كتاب، صح؟ هتقول الكتاب او مفرد مذكر بادئ ال هتقول لي طبعا تاخد ايه؟ ياخد ال، اداه التعريف ال. طبعا الموضوع اختيارات، ما عندناش اكمل، مفيش في الايطالي خالص اكمل، كله اختيارات. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ قال لي الايل بيجي مع اللي بادئ بساكن، اللو بادئ باللي باس زائد ساكن او اتزيطه. تمام؟ اللي تابع معايا طول الترم الموضوع هيبقى سهل معاه. تمام؟ اللي بيتفرج عليا الاول مره معلش اتعب شويه. تمام؟ وان شاء الله الموضوع هيتظبط معاك. تمام؟ طيب بعد كده عندنا هنا ايه؟ لو.
بيجي مع الاس زائد ساكن او تزيتا. يعني ايه اس زائد ساكن او تزيتا؟ بص كده، يعني مثلا لو كلمه زي كلمه تزاينو اهو، اتزاينو هتقول لي او مفرد ايه مذكر بادئ بحرف تزيتا ياخد اللو اهو كده لو اهو. نظبطها برضو كده تمام. تعبان عشانك يا ابني والله. اقول لك ايه، بص واحد مش قادر بس يلا، بنبقى مستنيين منك كده ان انت ايه تجيب درجات حلوه وتجيب تقديرات كويسه تمام، وربنا يكرمك. يلا بينا. زاينو تمام. هتقول لي او مفرد، تعالى برضو نجيب لون تاني اهو اخضر. يلا او مفرد مذكر، او مفرد مذكر وبادئ بايه؟ بحرف زيتا. هتعمل ايه؟ او مفرد مذكر، او مفرد مذكر طيب بادئ بحرف ايه؟ زيتا تمام. هتقول لي ايه؟ تاخد اللو. يبقى انت تختار من الاختيارات لو، وهوريك طبعا في الحل مع بعض بنحل ازاي. ماشي طيب. بعد كده عندنا ايه؟ المفرد المؤنث. هنا بعد كده نكمل صح. الايه بتيجي مع ايه؟ الساكن، واللو مع الزيتا واس زائد ساكن، واللي ابوستروف مع اللي بادئ بمتحرك. زي ايه؟ زي اميكو دي اللي احنا كنا كاتبينها. او مفرد مذكر بادئه بمتحرك تبقى ايه؟ تبقى اللي ابوستروف بس. طيب وهكذا بقى. المفرد المؤنث اللي هو بينتهي بحرف الاي صح، معاه اتنين لا والا ابوستروف. اللا بتيجي مع اللي بادئ بساكن، والا ابوستروف اللي بتيجي مع المتحرك، والاسئله هتوضح لنا. بعد كده عندنا المفرد المؤنث. المفرد المؤنث عندي ايه؟ عندي ليه ايه؟ الجمع ال دي ايه؟ خليها كده اهي. الجمع ايه؟ المذكر. دي الجمع المذكر. الجمع المذكر اللي هو الاي بيجي مع الساكن، والجي ال اي او اللي بتيجي مع اس زائد ساكن او زيتا او متحرك تمام. ده الجمع ايه؟ المذكر. طبعا انت في المذكره هتلاقي عندك مظبوطه، في المذكره عندك هتلاقي مكتوبه ايه؟ تالت واحده على طول الجمع الايه؟ المذكر. ماشي. هتلاقي الجي ال اي تمام بتيجي مع الايه؟ اس زائد ساكن او زيتا او متحرك، والاي بتيجي مع الساكن تمام. طيب نيجي بعد كده الجمع الايه؟ المؤنث. الجمع المؤنث اخر حاجه هو ليه اداه تعريف واحده بس اللي هي ليه. اداه تعريف واحده بس اللي هي ايه؟ ليه بس، ما عندناش حاجه تانية. ماشي. يعني انت ما تلاقي كلمه تمام اخيرا ايه بس مش من الاسماء الشاذه تمام، كلمه اخيرا ايه بس مش من الاسماء الشاذه، هتقول لي ايه؟ هتقول لي تاخد ليه. يعني زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال لو لقيت كلمه مثلا زي كلمه اميكا. اميكي يعني الصديقات، اخرها ايه صح، بس مش من الاسماء الشاذه. يعني ايه مش من الاسماء الشاذه؟ يعني مش من دول تمام، لان دول هينتهوا بايه بس مفرد ايه؟ سواء مفرد مذكر او هنا مفرد مؤنث. طيب هتقول لي اميكا تمام جمع ايه؟ جمع مؤنث، فانت تختار ايه؟ تختار ليه. كلام جميل، يا رب تكونوا فاهمين والدنيا تكون معاكم تمام. طيب نيجي بعد كده اللي شبيهه ليها ايه؟ ادوات النكره. ادوات النكره اهي. ادوات النكره مهمه جدا جدا جدا. ماشي. ادوات النكره تمام اهو. تعالى بص برضو ايه عشان اوضح لك. تعالى نمسح ده تمام، ولا خليها برضو يمكن تستفادوا منها. تعالى اهو نشيل ده كده مثلا علشان ايه انت ما تتلخبطش. ماشي. طيب عندنا هنا المفرد الايه؟ المذكر والمفرد المؤنث. ادوات ايه؟ النكره. شبيهه ليها بالظبط، بتكون برضو ايه؟ قبل الاسم، بتكون قبل الاسم تمام. وايه برضو شبيهه لادوات التعريف جدا جدا جدا. بس الفرق ما بين ادوات التعريف وادوات النكره ان ادوات التعريف بتكون مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث، انما ادوات النكره بتكون مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث بس. ماشي. طيب نيجي بعد كده المفرد الايه؟ المفرد المذكر. المفرد المذكر عندنا في ادوات النكره لازم طبعا يا جماعه تفصل. يعني انت مثلا لو حاسس ان انت هتتلخبط، لا ذاكر ده الاول وبعد كده ارجع لده تمام. انت معاك اليوم كله، معاك اليوم كامل معاك تمام. تقف عند حته معينه ذاكرها، ارجع للفيديو تاني، والفيديو ممكن هيبقى مستمر معاك اكتر من مره، تفتحه مرتين او ثلاثه تمام. طيب بعد كده عندنا هنا ايه؟ اون واونو. اون واونو تمام. الاون بتيجي مع اللي بادئ بساكن تمام. سبوره تعبتني النهارده يا شباب، تعبتني ساكن وايه؟ ومتحرك تمام. طب الاونو هنا اس زائد ساكن او اتزاد. يبقى المفرد المذكر اللي هو بينتهي بحرف الاو تمام بيجي مع الايه؟ معاه في ادوات النكره اون واونو. هنا ساكن هنا متحرك، اس زائد ساكن او
اتزيتا. يبقى عندنا الاون بتيجي مع ايه؟ ساكن او متحرك. طب زي ايه؟ ده مثلا اهو على سبيل المثال لو جينا مثلا كتبنا ليبرو اهو، هتقول لي او مفرد مذكر تمام وبادئ بهنا ايه؟ ساكن صح، بتختار الاون. طبعا الموضوع اختيارات، وخلي بالك انا حاطط لك الاثنين دول جنب بعض عشان هم شبه بعض، بس الاختيارات يا اما كلها ادوات تعريف يا اما كلها ادوات نكره، يا كلها ادوات تعريف يا كلها ادوات ايه؟ نكره. خلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا. ماشي؟ وهوريك برضه، هنشوف مع بعض في الاسئله دلوقتي. طيب بعد كده عندنا هنا المفرد المؤنث عندي اونا، تمام؟ اونا او هنا ايه؟ او اون ابوستروف، اونا او ايه؟ او اون ابوستروف. الاون بتيجي مع الاونا بتيجي مع ساكن، والاون ابوستروف بتيجي مع المتحرك. ده لو كان مفرد ايه؟ مفرد مؤنث اللي هو بالايه. تمام؟ الموضوع ان شاء الله بيبقى بسيط. اللي كان مذاكر ومتابع طول الترم هيلاقي الموضوع سهل معاه جدا جدا جدا. عايز شرح مبسط للجزء ده او الجزء ده، تعالى لي ابعت لي على الواتس، ابعت لي على الواتس عايز شرح مبسط، حاجه اقول لك تتفرج على انهي حته بالظبط. الفيديوهات موجوده على اليوتيوب. ماشي؟ طيب نيجي بعد كده، قلت لك برضه هي ملحوظه ان ادوات ايه؟ النكره بتكون مع المفرد فقط، ما فيش ادوات نكره مع الجمع. طيب نيجي بعد كده بقى ايه؟ نيجي نتكلم على اسره وافيره، تمام؟ وايه؟ اسره وافيره وزمن المضارع. اسر معناه يكون، خلي بالك اهو اسره، وبرضه اوضح لك اهو اكتر اهو. اسر معناه ايه؟ اسر معناه يكون اهو. ماشي؟ اهو نظبط لك كده شويه اهو اهو، كبر لك عشان تبقى فاهم. واضح معاك اهو كده تمام؟ اعتقد الموضوع كده ايه؟ كويس اهو معاك. ماشي؟ هقول لك بقى نتكلم على فعل اسر مهم جدا، وفعل افيره وزمن المضارع. تمام؟ كلها افعال، افعال. تمام؟ خليك عارف ان الفعل تمام في المصدر، الفعل في المصدر بينتهي بايه؟ ينتهي، تمام؟ وانت برضو عارفين، وفي ناس هتلاقي بتقول معايا دلوقتي بينتهي باره، اره، تمام؟ ايره. خليك عارف كده، اره، اره، ايره، ده الفعل في المصدر. يعني ايه الفعل في المصدر؟ اللي هو الفعل الخام، تمام؟ الفعل في الخام في اللغه الايطاليه اللي هو بدون اي اضافات. تمام؟ زي بص هنا اسر، بص اخره ايه؟ ايره، ايره اهو نفس الكلام. طيب لازم تصريفات اسر وافيره تبقى عارفهم. طب ايه هي الضمائر في اللغه الايطاليه؟ تعال نشوفها مع بعض. ايو يعني انا، ايو يعني انا، تو يعني انت، لوي ولي، لوي ولي هو او هي، نوي نحن، فوي انتم، لورو هم. ماشي؟ يبقى ايو انا، تو انت، لوي ولي هو وهي، نوي نحن، فوي انتم، لورو هم. طيب تصريف فعل اسر بقى، سونو، سي، ايه، siamo, siete, sono. Sono, sei, e, siamo, siete, sono. Sono, sei, e, siamo, siete, sono. طيب هنا o, ai, a, abbiamo, avete, hanno. يبقى هنا تاني o, ai, a, abbiamo, avete, hanno. ده افير اللي هو فعل يملك، فعل يملك او عنده. تمام؟ يكون اسر sono, sei, e, siamo, siete, sono. ماشي؟ طيب زمن المضارع بقى، زمن المضارع. تمام؟ كاتب لك بص تحت هنا ايه؟ نهاية الفعل. كاتب لك تحت ايه؟ نهاية الفعل. طيب نهاية الفعل اللي هو ايه؟ اخر الفعل. لو مع ايو هتلاقي نهاية الفعل او، لو مع تو نهاية الفعل اي، لوي ولي يا اي يا اي، نوي يامو، فوي تلاقي الفعل اخره اتي ايتي ايتي، لورو انو او اونو، لورو انو او ايه؟ انو او اونو. اهو بالشكل ده تبقى عارف التصريف، يعني كل واحد بياخد ايه؟ essere sono sei e siamo siete sono loro essere so e o ai a abbiamo avete hanno. تمام؟ طيب اما نيجي بعد كده زمن المضارع، قلت لك ايه نهايه الفعل او، تو نهايه الفعل اي، لوي ولي يا اي يا اي، نوي ايامو، فوي اتي ايتي ايتي، لورو انو او اونو. كده كلام جميل قوي قوي قوي. ماشي؟ طيب اما نيجي بقى ايه نتصرف بعد كده، بنتصرف ازاي؟ بتعمل ايه؟ بص كده اهو مثال بسيط قوي. نوي اهو، بص نوي نقط ايطالياني، نوي بص بص خلي بالك اهو، بص بوضح لك الاختيارات كلها بتبقى اسر، هي الاختيارات كلها افيري، ما احطكش الاثنين مع بعض. يعني هنا نوي اطلع عند نوي، نوي انت مذاكر، نوي تبقى سيامو. شكرا. نوي تبقى سيامو. معلش انا ممكن يكون رتمي في المراجعه سريع شويه، لان انا المفروض ان انت بتكون عارف الحاجات ديت.
تمام، لان انت المفروض بتبقى عارف. بس لو انت اول مره حاول برضو تجمع معايا معلومات، تمام، عشان برضو انا مش عايز اللي هو تقعد تتفرج على 3 ساعات ولا 4 ساعات. انا عايز برضو الوقت معاك يبقى قليل، ان انت وقت تذاكر ووقت تتفرج، تمام. يعني انت تتفرج على جزئيه تذاكرها ترجع تكمل بقيه الفيديو وهكذا، تمام. يعني ما تاخدهاش كلها مع بعض، لازم يعني خلص كل جزئيه. يعني اتكلمنا عن المواقف، وقف الفيديو، خلص المواقف، كمل على الجزء اللي بعد منه وهكذا. وطول ما انت كنت مذاكر ومتابع كويس قوي طول الترم، هتلاقي ربنا ان شاء الله ايه بيسهلك الوقت والموضوع بيبقى سريع معاك، تمام. ولازم تركز عشان ربنا يكرمك، ماشي. يبقى ناوي تختار سياو. طب بص بقى الفكره اللي جات لي بعد كده، لقيت مثلا هنا دينو. انت تيجي تبص دينو، انا ما عنديش هنا دينو، صح؟ يبقى لازم بتحول الاسم ده لضمير، لازم بتحول الاسم ده ايه لضمير. مهم جدا جدا جدا. طب ازاي؟ دينو ده ايه؟ طب لو دينو ده معاه كوما زي كده، باولو معاه كوما، تصرف مع ايه؟ طب انا ما عنديش حاجه اسمها باولو وكوما انا في الضماير، صح؟ اهو ده بقى اهو كاتب لك هنا ازاي تحول الاسم الى ضمير. يعني لو جالك اسم زي دينو اهو بوضح لك، تصرف مع ضمير ايه؟ تمام. دينو ده اسم مفرد، صح؟ الاسم المفرد، تمام، والاسم الجمع تصرف معي. بص انا شرحتها قبل كده في فيديوهات هتلاقيها على القناه، تمام، ان الاسم المفرد والاسم الجمع اللي ما همش كوما يبقى غائب مش معانا. فهتقول لي كده ايه مثلا؟ ايه لو اسم مفرد بتتكلم على واحد دينو هتقول هو، لو بتتكلم على بنت تبقى هي. يبقى الاسم المفرد تصرف مع لوي ولي. يعني مثلا على سبيل المثال اسمه هنا دينو، هتصرف مع لوي هو، صح؟ فلوي هتروح طالع انت مختار، هتقول لي لوي، هتختار هي ايه؟ هنا طبعا كله اس صح؟ فعايزه ايه؟ فانت تختار الايه. شكرا، اتحل. طب لو الاسم الجمع بتصرف مع لورو هتقول لي هم، تمام. طيب لو اسم المفرد او الاسم الجمع ده معاه كوما، خلي بالك دي هنا دي الكوما، تمام، دي هنا دي ايه؟ الكوما. طب الكوما دي تصرفها مع ايه؟ بص بقى ركز. الكوما دي هتعتبره حد قدام منك، فانت تقول لي اسم مفرد وكوما يبقى تو انت، اسم جمع وكوما تبقى فوي، تمام، اللي هي ايه؟ انتم، ماشي اهو قدام مني. طيب ايو واسم تبقى ايه؟ نوي. انا وحدما، ايه وحد جمع انا يبقى نحن. طيب تو اسم جمع انت تبقى انتم اللي هي فوي. طيب اسم واسم تبقى ايه؟ لورو. طب مهنه وكوما تبقى ليه. اسمه اسم اللي هي ايه؟ اسم جمع، اسمه اسم. باولو ودينو اسمه اسم يبقى ايه؟ لورو. طيب مهنه وكوما اللي هي ليه، وبتبقى هنا ليه معناها حضرتك. ليه هنا بتبقى معناها ايه؟ حضرتك. مهمه جدا جدا جدا. طب مهنه وكوما زي ايه مثلا؟ اما اجي اقول لك مثلا سينيور اهي، سينيور كده ومعاها كوما، سينيورا ومعاها كوما، صيغه احترام. مدرس، مدرسه، بروفيسوري، او ممكن بص ساعات ممكن تلاقي المهنه دي ممكن تلاقيها كده بروف اهي، بروف كده مثلا ومعاها كوما، دي صيغه احترام تصرف مع ليه. طب ايه الفرق ما بينها وما بين ليه؟ دي بتلاقيها كابيتال شويه، ليه كده، تمام، هي دي يعني، تمام. طيب هنا ما تيجي تبص بقى هتحلها ازاي دي؟ بص اسم مفرد ومعاه كوما، باولو معاه كوما، هتقول لي اه الكوما دي معناها قدام مني انت، يبقى تو، يبقى ايه؟ تو اهي، تو. طيب ارجع كده معايا، دي تصريفات مضارع، دي مش اسر ولا افيري، خلاص مش عايزين ده، انا بتكلم على اسر وافيري. طب تو في المضارع عايزه ايه؟ الفعل. بص كاتبها فوق نهايه الفعل، عايزه نهايه الفعل ايه؟ اي، فانت تختار ايه؟ سكريفي اهو. بس موضوع ما فيهوش اي حاجه صعبه، خلص. نيجي بعد كده يا جماعه على درس الصفات. نيجي على درس الصفات وهو اخر حاجه عندنا. درس الصفات مهم جدا جدا جدا. طيب درس الصفات، تمام، اهو الصفات كاتب لك ان الصفه بتكون في نهايه ايه؟ الجمله. يعني انت الاسم الاول عندك انت كايطالي بيبدا باسم بعد كده فعل، الصفه بتيجي فين؟ نهايه الجمله. الصفه بتيجي فين؟ في نهايه الجمله. طيب الصفات، تمام، عامله شبه ايه؟ الصفات عامله شبه الاسماء بالظبط. يعني الصفه المفرد المذكر فهي بتنتهي بحرف الاو اهي كده. المفرد المؤنث بتنتهي بحرف الاي زي برافا، هتلاقيها برضو موجوده عندك، برافا اهو كده، تمام. طيب المفرد الجمع المذكر بتنتهي بحرف الاي اهي زي برافي، والجمع المؤنث بتنتهي بحرف الاي، تمام، يبقى ايه؟ زي برافي، برافي. طيب انا بقى ما باجي بحل، بص زي الاسماء بالظبط. طيب تعال الاول معايا اقول لك ايه هي اهم الصفات اللي عندنا. عندنا زي بيلو جميل، نوفو جديد، تمام، سيمباتيكو اهو كده اهو، سيمباتيكو يعني ظريف، فاموزو، تمام، يعني ايه؟ مشهور، كالدو يعني ساخن، ماشي. عندنا بعد كده التو يعني طويل، برافو يعني شاطر او ماهر، بيكولو يعني صغير، سترانييرو يعني اجنبي، وايه؟ فريدو يعني بارد. دول الصفات برضو لازم واجب عليك حفظهم، حفظ.
مهمين جدا جدا جدا. ماشي. طيب انا لما باجي بحل بقى بحل ازاي؟ بص، انت بتلاقي نقط في اخر الكلام فتعرف انها صفه، اخر الكلام يبقى صفه اهو، هنا برضو اخر الكلام يبقى صفه، صح؟ طيب انت بقى تروح عامل ايه؟ شايف كده؟ تروح واخد سهم كده جميل، طلع تبص على اداه التعريف هنا، انت طبعا تبقى ماسك اداه التعريف، هتقول لي هنا ايه مفرد ايه مذكر، فالمفرد المذكر تختار معاه حرف ايه؟ الاو اهو، يبقى تختار برافو، شكرا. طب هنا تعالى بص كده معايا، هتيجي تبص على اول حرف هتلاقيه ايه؟ سكولا، سكولا اخرها ايه؟ لا. دايما بص على اداه التعريف عشان ممكن تكون اسماء شاذه فانت تتلخبط، تقول لي اه مفرد ايه مؤنث، لازم تكون عارف ادوات التعريف واحنا شرحناها فوق. ماشي. المفرد المؤنث هتقول لي ايه هنا؟ ايه، يبقى تختار ايه؟ بيلا. بس موضوع ما فيهوش اي حاجه صعبه، ترجع للاول شوف هو ايه اختار زيه، هنا مفرد مؤنث اختار مفرد مؤنث بالايه. بس في ناس تقول لي ايه ابص على اخر حرف هنا، ماشي ايه، بس طب افرض هي كلمات شاذه، تمام؟ يعني افرض هو مثلا اسماء شاذه، يعني مثلا لو جيت كتبت لك كلمه زي كلمه مثلا كيافي اهو، مفتاح كيافي، هتيجي تبص على اخره ايه فانت تختار الاخيره ايه، هتبقى غلط لان كيافي مفرد مؤنث بياخد لا. عرفت ليه بقول لك بقى بص على اداه التعريف؟ عشان كده هي مهمه جدا جدا جدا، بس ما فيهاش اي حاجه صعبه. طيب نيجي بعد كده نبص مع بعض، الارقام مهمه جدا جدا جدا، لازم تكون عارف الارقام عشان بيسالك عليها في القطعه. الارقام طبعا 1 تمام، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ده كده لحد 10. بعد كده 11 11 12 13 معايا تمام، 13 14 15 16 17 18 و 19